السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في تانية إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنشرح lesson 2 unit 1 lesson 2 في الترم الثاني إن شاء الله، وهو طبعا thermal changes accompanying chemical changes. خلي بالك الحصة اللي فاتت شرحنا thermal changes accompanying physical changes، إنما المرة دي هنشرح مين؟ الكيميكال. طب ايه الفرق يا مستر؟ في الفيزيكال تشينجز انت كنت بتاخد تغيرات حاله الماده من سوليد لليكويد، من ليكويد لجاز، من جاز لليكويد، من ليكويد لسوليد وهكذا، او من سوليد لجاز او من جاز لسوليد. كنت بتعرف هل الرياكشن ده اندوثيرميك واكزوثيرميك وخدت عليه امثله. انما هنا لا، هنا انا هديك تفاعل كيميائي، ما هو كيميكال تشينج، تفاعل كيميائي، كيميكال رياكشن، ومن الكيميكال رياكشن ده تقول لي هو الكيميكال رياكشن ده اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك. طبعا لو مش عارف الفرق بين اندوثيرميك واكزوثيرميك فلازم ترجع تشوف الفيديو اللي فات اللي هو الفيزيكال تشينجز. الاندوثيرميك اللي هي التفاعلات اللي بتعمل ابزورب للهيت، والاكزوثيرميك دي التفاعلات اللي بتعمل ايه؟ ريليس للهيت او بتخرج الحراره. طب هنعرف بقى النهارده الكلام ده بالتفصيل ممل، وعشان نبدا في الدرس بتاع النهارده لازم كده كام معلومه معانا هنا نفكرك بحاجه انت خدتها السنه الايه او الترم اللي فات، مش في الترم اللي فات. بص كده يا اولاد، لو حضرتك عايز البي دي اف ده احنا هنشرح منه ان شاء الله، هتلاقيه موجود عندك الشانل بتاع التليجرام، هتلاقي الديسكربشن بتاع الشانل في الديسكربشن بتاع الفيديو تحت هتلاقي اللينك بتاع الشانل بتاع التليجرام. ممكن تدخل على الشانل دي وتلاقي البي دي اف تحمله عشان تتابع معانا اول باول، وطبعا هتابع برضه المواعيد بتاعتنا او كل حاجه. بص انا هنا ركز بقى معايا هنا قوي، ركز قوي. بص يا ولاد، اخدت في الترم الاول لو انا جبت لك مثلا كربون، حلو، وحطيت عليها اكسجين مثلا، هيتنج، لو عملت بيرنينج للكربون في وجود الاكسجين هيكون لك حاجه اسمها كربون ايه؟ دايوكسيد. الكلام ده انت واخده من ايه؟ من الترم اللي فات، صح؟ واخدت ان ده عباره عن كيميكال رياكشن او تفاعل كيميائي، واخدت ان الحاجات اللي قبل السهم، مش دي الحاجات اللي قبل السهم اهي، مش ده الجزء اللي قبل السهم؟ الجزء اللي قبل السهم ده انت اخدته باسم ايه؟ رياكتنس، المتفاعلين، الجزء اللي بيبقى قبل السهم التفاعل، الجزء ده دول بنسميهم رياكتنس. واخدت يا استاذ ان اللي كان الرياكتنس دول كان بيحصل فيهم بريكنج اوف بوندز، صح؟ خدت ان هنا بيحصل بريكنج اوف بوندز، ده انت خدته في تعريف الكيميكال رياكشن الترم اللي فات لما قلت لك واتس مينت باي كيميكال رياكشن، يعني ايه تفاعل كيميائي؟ كنت بتقول ايه؟ it is breaking of bonds، تكسير البوندز في الرياكتنت. طب يا مستر مين البوندز دي؟ مين الكيميكال بوندز؟ اللي هي الروابط الكيميائيه. يعني مثلا الاكسجين ده، مش انت عندك O2 يعني في 2 اكسجين اتوم، الاثنين اتوم دول ماسكين في بعض ازاي؟ عن طريق الكيميكال بوند او الرابطه الكيميائيه، فالرابطه الكيميائيه بتتكسر في الرياكتنت، بيحصل لها بريكنج في الرياكتنت. حلو؟ ماشي. واخدت كمان الترم اللي فات ان الجزء اللي بعد السهم ده بنسميه الايه؟ البرودكتس. فانت يا صديقي الصدوق اخدت الترم اللي فات تعريف الكيميكال رياكشن اللي هو breaking of bonds in reactant and forming new bonds، وتكوين بونز جديده او روابط كيميائيه جديده. بس الروابط الكيميائيه الجديده دي بتتكون فين؟ في البرودكتس. حلو كده؟ فانت كده يا استاذ واخدت تعريف الكيميكال رياكشن الترم اللي فات، انا كده فكرتك بيه. كان عندك الرياكتنس وعندك البرودكتس، الرياكتنت ده قبل السهم، والبرودكت ده الجزء اللي بيبقى بعد السهم اللي هو الناتج، والرياكتنس اللي هو بيتفاعلوا مع بعض. فلو جيت قلت لك واتس مينت باي كيميكال رياكشن كنت بتقول ايه؟ بريكنج اوف بوند في الرياكتنت اند فورمينج نيو بوندز في البرودكتس. كلام جميل جدا جدا. طيب اخدت كمان حاجه الترم اللي فات كان اسمها law of conservation of matter. مين يا مستر الكلام؟ روح law of conservation، قانون الحفاظ، واوف ماتر على الماده. القانون ده كان بيقول لك، يفتكر القانون ده كده معايا، كان بيقول لك ايه؟ ان كميه المواد اللي داخله لازم تبقى قد كميه المواد اللي خارجه. يعني ايه يا مستر؟ يعني كان بيقول لك لو انت هنا معاك كربون واحده، مش انت معاك كربون واحده، خرج كام كربون؟ كربون واحده. هنا معاك كام اكسجين؟ 2 اكسجين. خرج كام اكسجين؟ 2 اكسجين، صح؟ يعني كمية الماتر اللي داخل، كمية المادة اللي داخلة أو الماتر اللي داخل بيبقى equal to كمية الماتر اللي خارج، صح؟ فأخدت قانون بيقول لك إن الماتر can't be created nor destroyed، المادة لا تنشأ من العدم ولا تفنى، بس زي ما حضرتك شايف بتتحول من شكل إلى شكل آخر.
بنفس الكميه. حلو. فده كان قانون الايه؟ اللو اوف كونزرفيشن اوف ماتر. كان بيقول لك ان الماتر اللي هي الماده كانت بي كرييتد نور ديسترويد. الماده ما ينفعش ولا تنشأ من العدم ولا تتدمر ولا تفنى، امال بتتحول من شكل لشكل. الكلام ده يا استاذ انت خدته ايه الترم اللي فات؟ حلو اهو. يبقى الماتر نوت كرييتد اور ديسترويد، ولا ينفع انشائها من العدم ولا ينفع تفنى، تمام، في الكيميكال رياكشن. امال بتتحول من وان فورم، من شكل الى شكل اخر. بدل ما كان كربون واكسجين لوحدهم كونوا شكل جديد اسمه كربون دايوكسيد. شفت؟ اتغيروا من شكل لشكل بنفس الكميه، كان 1 كربون 1 كربون، 2 اكسجين 2 اكسجين. صح؟ طيب شايف الكلام قلت لك دون؟ الكلام ده برضو يا ولاد بينطبق على الانرجي. الكلام اللي انا قلته على الماتر ان الماده not created or destroyed in a chemical reaction برضه applies، يعني ينطبق على مين؟ على الانرجي او الطاقه. يعني يا مستر الطاقه برضه not created not destroyed but it changes from one form to another. بالظبط، الطاقه لا تنشأ من العدم والطاقه لا تفنى، بس بتتحول من شكل لشكل. وده قانون مشهور جدا 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 اسمه اللو of conservation of energy، قانون الحفاظ على الطاقة. القانون ده زي ما اتفقت معاك، شفت قال ايه؟ قال ان الانرجي الطاقة كانت ما ينفعش بي كرييتد، ما ينفعش تنشأ من العدم او تتدمر، نور ديسترويد، يعني ولا تنشأ من العدم ولا تفنى او تتدمر يعني. امال بتعمل ايه؟ but it changes تتغير او transforms تتحول from one shape او one form، يعني من شكل لشكل اخر. مستر ازاي؟ ممكن تديني مثال على الكلام ده؟ حاضر، تعالى كده اديك مثال على هذا الكلام. بص كده جاب لك مثال، جاب لك ليمونتين. ركز قوي في الكلام ده، هيديك مثال على ان الانرجي بتتحول من شكل لشكل لشكل. بص هنا جاب لك ليمونتين، الليمونتين ده اكل، فالاكل بيكون جواه كيميكال انرجي، طاقه كيميائيه. كيميكال نوع من انواع الطاقه اهو، نوع من انواع الانرجي، كيميكال انرجي. حلو. وجاب زنك بليت وكبر بليت او كبر رود وصلهم هنا، وزنك بليت وكبر بليت وصلهم هنا، ووصل ما بينهم اسلاك كهرباء زي ما انت شايف كده وصلها ازاي، وفي لايت بلب او اللي هي اللمبه وصلها في النص. ولما وصل الاسلاك لقى اللمبه نورت. اللمبه نورت ازاي يا دكتور؟ ازاي يا مستر اللمبه تنور وانا موصلها كده؟ اعرف بقى ازاي. بص يا معلم، اللي حصل هو اللي حصل هو ايه بقى؟ ركز بقى في الكلام ده. اللي حصل هو ايه يا استاذ؟ اللي انت كان معاك كيميكال انرجي، طاقه كيميائيه متخزنه فين؟ في الليمون. لما حضرتك وصلت اسلاك الكهرباء، الطاقه الكيميائيه دي بدات تتحول لنوع تاني من الطاقه اسمه الالكتريك انرجي، الطاقه الكهربائيه. والطاقه الكهربائيه دي لما راحت لللمبه، اللمبه عملت ايه؟ نورت. صح، اضاءه، اللي هي لايت انرجي، طاقه الضوء. يعني الالكتريك انرجي اتحولت لايه؟ للايت انرجي. طب اديك كمان حاجه، انت عارف يا استاذ حاجه زياده، لو انت رحت تمسك اللمبه وهي منوره هتلاقي اللمبه ايه؟ سخنه. يعني اللايت كمان بدأ يتحول لايه؟ لهيت انرجي، طاقه حراريه. شفت اللي حصل ايه يا ولاد؟ ان الطاقه عمال او الانرجي بتتحول من شكل لشكل لشكل. هو ده معنى ايه؟ تشينج فروم one form to another، تتحول من شكل لشكل. ده معنى ان اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. ده معناه ايه؟ يبقى يعني ايه لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي؟ ان الانرجي كان نوت بي كرييتد، الطاقه لا تنشا من العدم زي ما انت شايف كده، ولا تتدمر، امال او لا تفنى يعني، امال عماله بتتحول من شكل لشكل 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 وهكذا. ده الطاقه. الطاقه ما بتنفاش او ما بتنتهيش، الطاقه بتتغير من شكل لشكل لشكل لشكل.
فهمت الفكره؟ طب مستر معلش، مين اللي اكتشف الكلام ده؟ اللي اكتشف اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. مين اللي اكتشفه؟ اللي اكتشف هذا القانون الجميل ساينتست عندنا، هتلاقيه موجود هنا اهون. طبعا اتفقنا عليه، كيميكال انرجي تحول الكتريك تحول للايت في البلب وهكذا. طيب اللي اكتشف اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي اللي هو الانرجي cannot be created or destroyed but transform او change from one form to another، ساينتست معانا اسمه ايه؟ هيرمان فان هيلمهولتز. وطبعا اسمه مهم جدا، هيجي يسالك فيه عادي جدا. هيرمان فان هيلمهولتز. طبعا من اسمه ده جيرمان ساينتست، جيرمان الماني. هيرمان فان هيلمهولتز. بص، هيلمهولتز جيرمان او هيرمان فان هيلمهولتز. طبعا يا ولاد احنا بنشرح من الصبح، فانت هتلاقيني خلاص انا لاخري اصلا. هيرمان فون هيلمهولتز. بص يا اولاد، الساينتست دون اللي هو هيرمان فون هيلمهولتز عمل حاجه لذيذه قوي. هو اللي اثبت قانون اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، هو اللي عمل له بروفينج، هو اللي اكسبليند وعمل له بروفينج، اثبته. تمام؟ proved the law of conservation of energy. He explained that the total energy within an isolated system remains constant. ان الطاقه تفضل ثابته، لازم تفضل نفس الكميه. حلو الكلام؟ طيب طبعا واحد بقى يجي يسال مستر، هو ايه علاقه الطاقه اللي انت بتقولها دي بالتفاعل الكيميائي او الكيميكال رياكشن اللي حضرتك شرحته في الاول؟ تعال نربط لك العلاقه. بص يا ولاد، العلاقه بكل بساطه اللي انا اتفقت معاك ان في التفاعل دون كان معاك رياكتنت ومعاك ايه؟ برودكت. في الرياكتنت يا صديقي الصدوق انت بتعمل بريكنج اوف بوندز، وعشان يحصل بريكنج اوف بوندز محتاج يا صاحبي تابزورب انرجي. تمتص ايه؟ انرجي. حلو؟ ماشي. وعشان تكون نيو بوندز في البرودكت الانرجي اللي انت امتصتها هنا بتخرج هنا، بيريليس الانرجي. طب كلام جميل يا مستر، إيه المشكلة؟ عزيزي الطالب، انت عارف الانرجي دي اللي الرياكتنتس بيمتصها عشان يكسر البوند، عارف نوع الانرجي دي بتكون ايه؟ ما انت عندك انواع من الانرجي، عارف نوعها بيكون ايه؟ بيكون ثيرمال انرجي، طاقة ايه؟ حرارية، اللي هي هيت. وانت اخدت الحصة اللي فاتت ان لما بعمل ابزورب للهيت او بمتص حرارة، الرياكشن ده بسميه ايه؟ اندوثيرميك. مش انت اخدت حصة كده؟ ابزورب هيت او ابزورب ثيرمال انرجي، يبقى ده رياكشن ايه؟ اندوثيرميك رياكشن او بروسس. وهنا بريليس انرجي. طب بريليس انرجي على شكل ايه؟ على شكل هيت، يبقى ده نوعها اكزوثيرميك رياكشن. بص كده اهو، هتلاقيه بيقول لك ان بريكنج البوند في الرياكتنت بيابزورب انرجي، يبقى ده اندوثيرميك. انما فورمينج نيو بوند في البرودكت ده انرجي ريليس او ريليس انرجي، بيكون اكزوثيرميك. اتمنى ان حضرتك بتكون تكتب كلمه كلمه، اوعى تكون قاعد بتتفرج عليا وماسك لي سندوتش وشاي بالله وعمال تتفرج عليا. لا يا حبيبي انت فاهمني غلط، مش عشان بينا شاشه فانا مش شايفك. هاو يابا، فوق كده. احنا بينا شاشه بس انا حاسس بيك. يعني لما حد يفتح ياخد لي ستريك، لا يا معلم ركز، وقت الاستريكات مش ناو، كمان شويه. بس دلوقتي انت معاك ورقه وقلم وبتكتب كل كلمه انا بقولها. ليه؟ عشان لما اقول لك فاكر لما قلت لك تكون فاكر، لان انت كاتب قدامك. ما ينفعش اقول فاكر لما قلت لك وليك عملت ترجع لي بالفيديو لورا. يا لهوي عليا وعلى السنين السوداء. فبعد اذنك فوق كده وركز معايا شويه، مستقبلك مهم برضه. غجر، ركز. الحمد لله لسه ما اتعصبتش، لسه ما ماسك اعصابي. طبعا انت هتقول يا مستر كل ده ما اتعصبتش. اه والله لسه ما اتعصبتش، انا كل ده ماسك اعصابي، انا كل ده لسه ماسك اعصابي. فبعد اذنك احنا داخلين على رمضان وداخلين على صيام، فبعد اذنك خلينا نتماسك اعصابي اكتر من كده شويه كمان. ركز بقى معايا يا عم. لحد هنا فهمنا عليه اندوثيرميك ويعني ايه اكزو ايه ثيرميك. اندوثيرميك ده اللي بيحصل في الرياكتنت. ليه؟ عشان بابزورب انرجي. جيف ريزون. ليه؟ عشان ابزورب انرجي. طب الاكزوثيرميك ده اللي بيحصل في البرودكت. ليه؟ عشان بريليس انرجي لما بعمل بوند جديده when forming a new bond.
هل لحد في مشكله يا ولاد؟ طبعا بيقول لك ان لو البوند او الكيميكال بوند سواء هتعملها بريكنج او هتعملها فورمينج بتخزن طاقه، بتستور انرجي. حلو. وكل ما الانرجي دي كانت قويه كل ما كانت البوند كانت صعب انك تكسرها. طيب مستر، كلام جميل جدا، بس دلوقتي حضرتك عايز توصل ليه؟ انا عايز اوصل لك حاجه لمعلومه مهمه جدا. عارف المعلومه دي بتقول لك ايه؟ دلوقتي لو في الرياكتنت دون هيعمل ايه؟ هيابزورب انرجي، صح؟ فالرياكتنت ده لو ابزورب انرجي المفروض نفس كميه الانرجي، صح؟ نفس كميه الانرجي اللي دخلت تساوي نفس كميه الانرجي اللي خرجت، مش صح يا مستر؟ حضرتك قلت لي حاجه اسمها لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، بتقول لك ان نفس كميه الانرجي اللي داخله هتكون نفس كميه الانرجي اللي خارجه، علشان الانرجي بتتحول من شكل لشكل لشكل، صح يا مستر؟ في الواقع في الكيميكال رياكشن في حاجه مختلفه شويه بتحصل، وفي نفس الوقت مش مختلف قوي. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم حاجه. ركز معايا، هجيب لك تجربه كده وانت تركز فيها قوي. بص يا معلم، هنبدا الاول بتفاعل، ركز بقى في ده، تفاعل اكزوثيرميك. وطبعا تفاعل اكزوثيرميك يعني بيريليس الثيرمال انرجي، بيخرج طاقه حراريه. ركز في التفاعل ده عشان تفهم انا قصدي ايه. بص يا ولاد، في الاكزوثيرميك رياكشن دون هتلاقيه موجود عندك هنا اهون. اقرا كده اللي هيحصل فيه. هنجيب دايليوت هيدروكلوريك اسيد اللي انت واخده الترم اللي فات. الهيدروكلوريك اسيد اللي هو اختصاره ايه؟ HCl. ونحط عليه مغنيسيوم ستريب، شريط مغنيسيوم Mg، يعني Mg بلس HCl، Mg بلس 2HCl، ونعمل التفاعل ده ونشوف ايه اللي هيحصل. حلو. وهنسجل درجه الحراره قبل التفاعل وبعد التفاعل، تعالى كده ستيب باي ستيب نعمل كل حاجه. هنجيب، بص يا ولاد هنعمل ايه؟ هنجيب بوليسترين كوبايه بوليسترين. طب مستر اشمعنى بوليسترين؟ لان انت واخد الترم اللي فات ان البوليسترين دي كانت ماده بيعزلوا بيها الحيطان وهم بيبنوا. ليه؟ عشان دي ماده عازله للحراره، ماده مهمه جدا. حلو يا ولاد؟ يبقى احنا يا ولاد هنعمل ايه؟ ركز بقى هنعمل ايه؟ بص بقى هنعمل ايه؟ هنجيب مغنيسيوم ونحطه على HCl. دول الرياكتنتس اللي هيتفاعلوا. حلو؟ مغنيسيوم وهيدروكلوريك اسيد، ونسجل درجه الحراره. فلتكن مثلا درجه الحراره قبل التفاعل، التمبريتشر الاولى قبل التفاعل مثلا كانت 10. تاني درجه الحراره قبل التفاعل كانت كام؟ 10. اسمها بالترمومتر. حلو يا عم؟ ماشي. هكتب هنا دايليوت، معناها ان الاسيد ده مخفف، الاسيد ده خفيف، لان اللي انت واخد قبل كده الاحماض بتحرق، ماده كاويه، فكلمه دايل او ديليوت معناها الحمض ده مخفف. تعال نشوف اللي هيحصل. هيبدا يكون لي مادتين جداد، الام جي يلزق مع السي ال، هيكون لك ماده اسمها مغنيسيوم كلورايد. بص، مغنيسيوم كلورايد. وطبعا ال H2 هيخرج بره لوحده، هيدروجين جاز، وهنعمل سهم لفوق عشان ده جاز والجاز بيطلع لفوق، يعني الجاز بييفولف. لما تعمل في انبوب الاختبار تحط المغنيسيوم على HCl هتلاقي في جاز طلع لفوق، فعشان كده بعمل سهم لفوق. مين الجاز اللي طلع فوق دون؟ ده الهيدروجين. طيب لما تيجي تقيس بقى درجة الحرارة بعد ما التفاعل يحصل، هتلاقي ان درجة الحرارة بتاعت معاليك التمبريتشر التانية وصلت مثلا حوالي 20 ديجري سلسيوس. الله مستر، يعني درجة الحرارة في أول التفاعل كانت 10 ودرجة الحرارة بعد ما التفاعل خلص كانت 20؟ يعني يا مستر لو أنا كنت ماسك الأنبوبة في إيديا وحطيتين على الحتتين اللي حطيت الام جي على الاتش سي ال وأنا ماسك الأنبوبة في إيديا، هلاقي الأنبوبة سخنت؟ الله ينور عليك. طب يا مستر هل أنا سخنت؟ هل أنا حطيت نار؟ ولا أي حاجة. أنت بمجرد حطيت المادتين على بعض لقيت الانبوبه في ايدك سخنت ولعت جامد لدرجه انك ممكن ترميها اصلا، ممكن تسلخ ايدك من السخونيه ترميها. طب مستر هو ده حصل ازاي؟ دي بقى الفكره يا معلم. الرياكشن دون خرج كميه مهوله من الحراره. بص ايه اللي خرج؟ هيت. كميه مهوله من الحراره خرجت، كميه مهوله. طب مستر الهيت ده
خرج ازاي وليه؟ ده اللي احنا جايين نعرفه. ده معنى الرياكشن الاكزوثيرميك. الاكزوثيرميك معناه ان في هيت كتير بتخرج. طب ليه خرجت؟ عشان اعرف الهيت دي خرجت ازاي لازم ارسم لك جراف واوضح لك العلاقه. مش انت المفروض عندك في رياكشن حصل، الرياكشن دون خرج ايه؟ هيت. فلما الهيت خلى التمبريتشر الفاينل او الفاينل تمبريتشر اللي بنسميها تي 2 يعني بقت اعلى من الانيشال تمبريتشر او درجه الحراره الاولى، صح؟ مين اعلى؟ درجه الحراره قبل التفاعل ولا بعد التفاعل؟ بعد التفاعل. يعني الفاينل تمبريتشر اللي هي تي 2 هتبقى اكبر من الانيشال تمبريتشر اللي هي تي 1. درجه الحراره في نهايه التفاعل اعلى من بدايه التفاعل. دي اسمها فاينل يعني التفاعل في الاخر، ودي اسمها الانيشال يعني التفاعل في الاول. مين اكبر؟ التفاعل اللي في الاخر بقت اعلى. طب ليه التي 2 بقت اعلى من التي 1؟ عشان ايه اللي خرج؟ هيت. في حراره خرجت خلت الانبوبه تسخن جامد. طب مستر معلش انا عندي سؤال مهم، الحراره دي خرجت ليه؟ انا عايز اعرف ازاي خرجت. بص بقى عشان تفهم هرسم لك جراف. بص كده الجراف ده يا ولاد، تعالى بس ايه نظبط الكلام كده شويه. ده كده يا ولاد جراف اهو. تعالى كده ايه بقول لك تعالى نرسمه بطريقه احسن شويه. تعالى نرسمه بطريقه احسن شويه، ايه رايك؟ بص كده، تعالى كده نرسمه هنا. هنا اهو ماشي، نجيب لك كده شيب. بص بقى التكنولوجيا دي، ايه رايك؟ والله تكنولوجيا حلو. من هنا اهو اهو، بص كده شكله حلو ازاي. ده جراف هنشوف فيه ايه اللي حصل في التفاعل ده عشان النار دي تخرج او الهيت ده يخرج. هنا هيكون فيه الانرجي، الطاقه اللي بنقيسها بالجول. حلو. وعندك هنا في تايم مع مرور الوقت. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. ماشي يا معلم؟ ماشي يا معلم؟ حلو. بص بقى، عندك اهو الجزء ده الجزء بتاع الايه؟ بتاع الرياكتنس. ده كده جزء رياكتنس، المتفاعلين اللي هم مين؟ الام جي وال2 اتش دول الرياكتنس اهم. دول اللي بيحصل عندهم بريكنج اوف بوند وبيعملوا ابزورب للانرجي وبيمتصوا طاقه. حلو. بعد كده الانرجي بدات تعلى عشان التفاعل يحصل، فالانرجي بدات تعلى اهو. حلو. بعد كده يا استاذي، وبعد كده يا استاذي ثانيه واحده معلش، الرياكشن عمل ايه؟ بص اخد ايه؟ شايف الانرجي عليت وبعدين نزلت جامد، الطاقه عليت بعدها نزلت ايه يا استاذ؟ نزلت جامد جدا اهو. نزلت جامد جدا، الطاقه نزلت جامد جدا. وعندك هنا في الجزء دون الخط اللي انا عملته دون، ده الخط يا استاذ بتاع البرودكتس، الناتج اللي طلع. ده الخط بتاع البرودكتس او الناتج اللي ايه يا استاذ؟ اللي طلع. مين البرودكت بتاعك؟ ام جي سي ال 2 بلس اتش 2 بلس هيت. تعالى بقى نعرف اللي حصل. بصوا يا ولاد، شايفين الرياكتنس دي؟ الرياكتنس دي كميه الطاقه اللي انا رسمت لك ده، شايف الخط الاسود اللي انا رسمته دون؟ دي كميه الطاقه اللي الرياكتنس عملت لها ابزورب، الانرجي اللي الرياكتنس عملوا لها ايه؟ ابزورب. ودي كميه الطاقه اللي البرودكت، احنا قلنا البرودكت بيعمل ايه؟ بيعمل ريليس، اللي البرودكتس عمل لها ريليس. بص كده فرق الانرجي دي والانرجي بايدك. بص كده بايديا، شايف الطاقه دي قد ايه؟ هل الطاقه اللي هنا قد الطاقه اللي هنا بايديا؟ بص بايديا، هل دي قد دي؟ هتقول لي لا يا مستر. هتقول لي يا مستر في البرودكت اكتر. الله ينور عليك. طب هو انا مش قايل في اول حصه ان المفروض كميه الطاقه تكون قد بعض؟ صح. وانا مش قلت ان الانرجي not created nor destroyed، ولا تنشأ من العدم ولا تتدمر، بس بتتحول من شكل لشكل اخر، صح؟ يعني المفروض الطاقه اللي هنا تكون قد اللي هنا، صح؟ بس بص هنا كميه الطاقه اللي هنا مش قد اللي هنا.
الرياكتنت في كميه طاقه اقل من البرودكت، يعني البرودكت خرج طاقه اكبر. طب اكبر بقى قد ايه؟ بص كده بايدك، شايف قد ايه؟ هنا اهو، اللي هنا المفروض يكون هنا، يعني الجزء اللي تحت ده كده زياده، صح؟ الجزء اللي تحت ده زياده، يعني المفروض ده يبقى لحد هنا اهو، لحد هنا كده. الجزء الصغير اللي تحت ده زياده، ده الزياده بتاعتي اهو، ده كده جزء زياده ما كانش ينفع يخرج بس خرج. عارف الجزء الزياده ده لما خرج، خرج على شكل ايه؟ خرج على شكل ايه؟ هيت. فالجزء الزياده ده خرج على شكل ايه؟ ثيرمال انرجي، طاقه حراريه. فالطاقه الزياده اللي خرجت على شكل ثيرمال انرجي او هيت، فبالتالي التفاعل درجه حرارته عملت ايه؟ زادت. فده يا استاذي في الاكزوثيرميك، ده التفاعل اللي بيخرج الهيت للسراوندينجز، للمحيط اللي حوالينه، من السيستم للسراوندينجز، فبالتالي درجة الحرارة عليت. فهمت الفكرة؟ يبقى ايه اللي حصل تاني؟ هل كمية الانرجي اللي هنا قد اللي هنا؟ لا، المفروض يكونوا قد بعض، صح؟ ده معناه ان في فائض خرج. طب الفائض اللي بيخرج ده، الجزء الزياده اللي خرج، بيخرج على شكل ايه؟ بيخرج على شكل ثيرمال انرجي او هيت، فبالتالي درجه حراره التفاعل بدات تعمل ايه؟ بدات تزيد. فهنا الرياكتنس هم مين؟ الرياكتنس هو ام جي بلس 2 اتش سي ال. هنا في الجزء ده هكتب لك كده اهو، هنا الام جي بلس 2 اتش سي ال، وهنا البرودكت اللي هو ام جي سي ال 2 بلس اتش 2 بلس هيت. فهمتوا يا ولاد؟ يبقى الجراف ده وضح لي العلاقه كامله. طب مستر، ايه الرياكشنات اللي بتكون اكزوثيرميك؟ او يعني بمعنى اخر، ايه الرياكشنات اللي بتريليس ثيرمال انرجي؟ ايه الرياكشنات اللي بتخرج حراره او طاقه حراريه into surroundings، للمحيط اللي حوالينها، فبتسخن الحاجات اللي حوالينها، زي ما حصل هنا درجه حراره زادت من كام لكام؟ من 10 ل 20. يا ولاد الرياكشنات دول 3 انواع هم. الرياكشنات دي الاكزوثيرميك اللي زي ما اتفقت معاك result in release of thermal energy، بتخرج الحراره as a product into the ايه؟ surrounding، وبيعمل raising للتمبشر، فبيرفع درجه الحراره. الاكزامبل دي او التفاعلات دي زي مين؟ زي التفاعل اللي احنا لسه عاملينه دون. ده بيكون يا استاذ ميتال مع دايليوت اسيد اهو. ميتال المغنيسيوم ده ميتال مع الاتش سي ال. ما الاتش سي ال ده عباره عن ايه؟ هيدروكلوريك اسيد، يبقى زي الميتال مع الاسيد. المغنيسيوم ده ميتال، يبقى ميتال مع اسيد، او الومنيوم مع اتش سي ال، او زنك مع اتش سي ال. المهم يعني اي ميتال مع اسيد هيعمل لك ايه؟ اكزوثيرميك، يعني هيخرج حراره وانت ماسك الانبوبه هتلاقي الانبوبه سخنت فجاه. طيب تاني حاجه الرياكشن اوف الكالي وذ اسيد، ده اخدتوه على فكره السنه اللي فاتت، مش فاكر فاكرينه ولا لا؟ الرياكشن اوف الكالي وذ اسيد يا اولاد اللي سميتوه قبل كده، اخدتوه في السنه اللي فاتت والله، اللي سميتوه نيوتراليزيشن رياكشن. مش انت خدت السنه اللي فاتت الفرق بين الاسيد والالكالي؟ فكرك بيهم سريعا. الاسيد دي المواد اللي بتبدا ب اتش، زي الهيدروكلوريك اسيد، زي السلفريك اسيد اوله اتش نيتريك اسيد اتش. انما الالكالي المواد اللي كان اخرها او اتش، زي مثلا ان اي او اتش، ام جي او اتش ما بين براكت فيه 2، سي اي او اتش ما بين براكت فيه 2، او ال اي او اتش، ليثيوم هيدروكسيد، زنك هيدروكسيد، كالسيوم هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد، اي حاجه اخرها او اتش دي الكلي. الرياكشن ما بين الاثنين دول كانوا بنسميه نيوتراليزيشن لو انت فاكره يعني. والرياكشن الثالث الميتال كربونات مع الدايلوت اسيد. ميتال كربونات زي مثلا صوديوم كربونات مع اسيد زي الاتش سي ال، او مثلا ليثيوم كربونات، او زنك كربونات، او كبر كربونات، اي ميتال مع كربونات مع الاسيد. مين الاسيد ده؟ اللي هو هيدروكلوريك اسيد، او سلفريك اسيد، او نيتريك اسيد، او نيتروس اسيد، او سلفرس اسيد، زي اسيد كتير قوي خدتهم الترم اللي فات السنه اللي فاتت. تمام؟ كل التفاعلات دي يا ولاد مالها؟ كل التفاعلات دي مالها؟ اكزو ثيرميك، يعني بتخرج حراره. يعني انت ماسك الانبوبه في ايدك وعملت تفاعل دون، هتلاقي الانبوبه سخنت جامد في ايدك وترميها بسرعه عشان درجه الحراره تسخن بسرعه، عشان بتخرج حراره. طب ليه بتخرج حراره؟ ليه؟ زي ما اتفقت معاك، تعالى كده نفتكر ليه. بص كده، ليه؟ عشان بص شكل الجراف عامل ازاي. بص كميه الانرجي اللي ابزوربت، اماونت اوف انرجي ابزوربت قد ايه؟ الجزء الازرق ده بس. بص بقى كميه الحراره اللي خرجت قد ايه؟ الجزء الاحمر ده، كل ده خرج. هل الازرق ده قد الاحمر؟ لا مش قده، صح؟
يبقى في جزء زياده خرج، الجزء ده اللي هو الاسود، شايف الجزء الاسود ده الجزء الزياده، الجزء الاسود ده الاماونت اوف ايه؟ الانرجي ريليست، اللي هي بتخرج على شكل ثيرمال انرجي. الجزء الاسود ده اللي هو هنا ده الجزء الزياده اللي خرج. الجزء خرج على شكل ايه؟ جزء خرج على شكل ايه؟ على شكل حراره. تمام يا ولد؟ عشان كميه الطاقه اللي هنا تكون قد هنا، لازم يكون الاثنين قد بعض، صح؟ بص كده، بص كده الاثنين بقوا قد بعض اهو. انما الازرق مش قد الاحمر، لا. فالجزء الزياده اللي هو الاسود ده اللي بيخرج على شكل حراره، عشان لازم يكون ده قد ده. فبالتالي يا اولاد الاماونت اوف انرجي ابزوربد بتكون اقل بكتير. بص اقل، شايف قد ايه؟ شايف بقى الاحمر دي الاماونت اوف انرجي ليست، اقل من الاماونت اوف انرجي ليست، او الاماونت اوف انرجي ليست بتكون ايه؟ اكبر بكتير. اداك مثال كمان هنا اهو، تعالى كده اقرا معايا بسرعه. بص كده على المثال ده بيقول لك ايه؟ معاك مثلا 2H2 plus O2، الهيدروجين مع الاكسجين عشان يكون ايه؟ ووتر، تو بروديوس ووتر. هيدروجين مع اكسجين فيكون لك الووتر، مفيش حاجه. بص كده الهيدروجين فيها انرجي قد ايه؟ 872، والاكسجين 498. يعني الانرجي ابزوربد تو بريك بوند في الرياكتنت قد ايه؟ 1370 كيلو جول. مش انا اتفقت معاك ان الرياكتنت بنابزورب الانرجي؟ كذا مره اقولها، كذا مره اقولها هنا، في الرياكتنت بنابزورب انرجي. طيب قد ايه الانرجي دي؟ 1370 كيلو جول. طب الاماونت اوف انرجي ريليست، كميه الطاقه اللي خرجت قد ايه؟ 1840 كيلو جول. هل كميه الانرجي دي قد دي؟ تقول لي لا، تقول لي ده في فرق ما بينهم، في فرق ما بين الرقم ده والرقم ده. الرقم اللي بره او الريليس اكبر بكتير من الرقم الايه؟ الابسوربت. فبالتالي يا استاذ في فرق انرجي، صح؟ طب فرق اللي ما بينهم قد ايه؟ لو جيت ماينس الانرجي دي من الانرجي دي وهتعمل 1840 ماينس 170 1370 اهي، تطلع كام؟ 470 كيلو جول. عارفين يا ولاد ال 470 كيلو جول دي ايه؟ ده الفرق ما بين الاثنين دول، صح؟ فرق البرودكت عن الرياكتنت. ده الجزء الفائض، ده الجزء الزياده، ده الجزء الزياده، ده الجزء اللي هيخرج كايه؟ كثيرمال انرجي، كطاقه حراريه، ويزود درجه الحراره. ال 470 كيلو جول اوف الهيت از ريليز تو ذا سراوندينج، هي كميه الحراره تخرج فين؟ في السراوندينج، اللي هو الجزء الاسود ده اللي هيبقى هنا، الجزء ده ال 470 كيلو جول اللي هتخرج. فهمتوا بقى الفكره يا ولاد؟ وطبعا عندك هنا الرياكتنت اهي، البرودكت اهي، توتال برودكت اهو، توتال رياكتنت اهو. من البرودكت دون، هو المفروض البرودكت كام؟ 1840، منهم 470 هيخرجوا كهيت. فانت عندك البرودكت 1840 صح؟ 1840، في 470 منهم هيخرجوا كايه؟ كهيت او ثيرمال انرجي. طيب مديك برضو شويه امثله هنا. الفاير فلاي، الفاير فلاي دي يا اولاد اللي هي عباره عن دبانه، هي من اسمها دبانه فلاي يعني دبانه، بس الدبانه دي اللي بيميزها يا استاذ ان هي بطنها حرفيا بتنور. مش عارف شفتوا قبل كده في الافلام ولا لا، بس هو زي ذباب بيطير وبيطلع ضوء. تمام؟ بيكون موجود كتير في المستنقعات، وبيكون موجود في الافلام الانيميشن والكرتونات اللي اكيد اللي انت شفتها وانت صغير يعني، حتى في توم وجيري بيكون زي ذباب كده بينور، بيعمل نور، يعني تحس ان هو نور كده طاير. تمام؟ عارفين الفاير فلاي دون ازاي بينور؟ باستخدام الاكزوثيرميك رياكشن. ازاي يا مستر؟ بيعمل كيميكال رياكشن جوه جسمه. حلو؟ والكيميكال رياكشن دون بيخرج فائض من الطاقه. فالفائض من الطاقه ده او الطاقه الزياده دي، عارف بتخرج كايه؟ الفكره بقى ان هي هنا مش هتخرج كهيت، مش هتخرج كحراره، مش بتخرج كثيرمال انرجي. عارف بتخرج كايه؟ كلايت انرجي. فبالتالي بطنها ايه؟ بتنور. فالفاير فلاي produce light from their abdomen. give reason ليه؟ due to the occurrence يعني حدوث exothermic chemical reaction within their body. فطبعا most of the energy is converted into light not heat. هنا بقى الطاقة الزيادة بتخرج كلايت مش هيت. دي لو خرج الطاقة الزيادة دي لو خرجت كحرارة دي هتسيح من جوه، فالطاقة دي بتخرج كلايت مش هيت. تمام؟ طب ليه بيعملوا كده؟ بيعملوا كده يا اولاد عشان ميتنج اللي هو الزواج، والبروتكشن اللي هو الحمايه. فبيعملوا كده بيكنترول التايمنج وبيكنترول الديوريشن عشان يستخدموه في الميتنج والبروتكشن. طيب الابلكيشن الثاني اللي معانا instant self heating containers.
ايه الانستنت سيلف هيتنج كونتينرز دي يا مستر؟ بص يا ولاد، من اسمها كونتينرز يعني حاويات، حاويه بنشيل فيها حاجات، حاويه يعني بوكس كبير بنشيل فيه حاجات، حاويه. تمام؟ كونتينر. وسيلف هيتنج يعني ذاتيه التسخين، يعني بتسخن نفسها. طب معموله من ايه يا مستر؟ قال لك ان الكونتينر دي معموله بكل بساطه اهي. بص كده، كونتينر اهي، حاويه بنشيل جواها حاجات. والحاويه دي يا اولاد من تحت كده بيكون فيه زرار اهو. ادي زرار يا عم، زرار عادي بندوس عليه. حلو. الحاويه دي عباره عن ايه؟ قال لك ان الحاويه دي يا استاذ عباره عن ماده الكويك لايم. بص، كونتينر انر فاينل ويز كالسيوم اوكسايد. ماده الكالسيوم اوكسايد اللي بنسميها كويك لايم. تاني، عباره عن ايه؟ ماده الكالسيوم اوكسايد. ماده الكالسيوم اوكسايد او اللي بنسميها كويك لايم. كويك لايم. حلو. وبتكون مفصوله عن ووتر. بص هنا في مين؟ ووتر H2O اهو. بص الاثنين مالهم؟ الاثنين مفصولين عن بعض. الاثنين مفصولين عن بعض. بص، الاثنين مفصولين عن بعض separated and water، بس بيكونوا مالها separated by a thin layer، يعني مفصولين بطبقه رفيعه جدا، هي الطبقه البيربل دي بتفصل ما بينهم. حلو. ايه اللي بيحصل بقى؟ تيجي انت يا استاذ، تيجي انت بتقوم دايس على الزرار، تيجي هتدوس على الزرار البطن ده تدوس عليه. فلما بتدوس على الزرار اللاير او الطبقه اللي بتفصل ما بينهم بتتفتح. يعني الطبقه اللي بتفصل بتتفتح كده. تقول طب ايه المشكله يا مستر؟ حبيب قلبي، لما بتدوس على الزرار والطبقه تتفتح الكالسيوم اوكسايد بتاعك هيبدا يتفاعل مع مين؟ مع الووتر. طب ايه المشكله يا مستر؟ لما الكالسيوم اوكسايد والووتر يتفاعلوا مع بعض هيكون لك ماده اسمها كالسيوم هيدرو اوكسايد. الفكره ان الرياكشن ده يا صديقي يعتبر اكزوثيرميك رياكشن. طب المشكله، ما هو الاكزوثيرميك رياكشن بيخرج فائض زياده من الايه؟ من الثيرمال انرجي، فبالتالي في يا صديقي ثيرمال انرجي او هيت هتخرج. ولما الثيرمال انرجي او الهيت دي تخرج الحاويه بتاعتك تبدا تسخن الماده اللي انت حاططها جوه. سواء بقى انت حاطط ايه، يعني يا مستر الحاويه دي انا بستخدمها عشان احافظ على الحاجات سخنه. يعني انت مثلا عايز مثلا ميه تفضل سخنه، عايز تشيل حاجه فوق تفضل سخنه، فبتشيل الحاجه بتاعتك دي انت عشان تفضل سخنه فوق. فليكن بقى قهوه، ممكن تكون حاطط مثلا قهوه، فانت عايز القهوه دي تفضل ايه؟ سخنه اهو كده. مثلا قهوه، في هنا كوفي قهوه مثلا، فعايز تفضل سخنه، فبالتالي عشان تخليها تفضل سخنه شغلت الكونتينر دي بدوسة زرار، الكالسيوم اوكسيد والووتر تفاعلوا مع بعض فبدأ ايه؟ يسخن الكوفي، فالكوفي سخنت قمت عامل احلى كوبايه قهوه عليك. تمام؟ فهمت الفكره يا ولاد؟ فهمت الفكره؟ دي اسمها ايه يا ولاد؟ انستنت سيلف هيتنج كونتينر. يبقى الكالسيوم هيدروكسيد باودر is also known as slaked lime. ده الكالسيوم هيدروكسيد بنعرفه باسم ايه؟ slaked lime. انما الكالسيوم اوكسيد كويك لايم. والكالسيوم هيدروكسيد سوليوشن ده لايم ووتر. طيب يا اولاد، حد فيها مشكله يا اولاد؟ طيب تعالى بقى على الثيرمايت رياكشن. الثيرمايت رياكشن ده اخر رياكشن معانا في الاكزوثيرميك، وبعديها نبدا في الاندوثيرميك. على فكره لو انت فهمت الاكزوثيرميك كويس جدا احب اقول لك الدرس يعتبر خلص، لان الاندوثيرميك عكسه في كل حرف احنا هنقوله، حرفيا عكسه في كل حرف. ممكن خلصنا الدرس. تعالى بقى على الرياكشنات اللي الاكزوثيرميك اخر رياكشن فيه هو الثيرمايت. الثيرمايت ده بيحصل امتى؟ ده يا صديقي بيحصل لما بتجيب الومنيوم، ماده الالومنيوم تحطه على الاف اي 2 او 3. الماده دي اسمها ريد ايرون اوكسايد. طب ايه المشكله يا مستر؟ حبيب قلبي، انت هتجيب الومنيوم تحطه على ايه؟ على ريد ايرون اوكسايد. عارف اللي يحصل ايه؟ عارف يحصل ايه؟ ما ده رياكشن اكزوثيرميك، فكالعاده هيخرج فائض من الايه؟
من الحراره. طب انت عارف بقى ان الحراره اللي هتخرج دي هتكون كافيه، نار او مش نار يعني كميه حراره كبيره جدا هتكون كافيه ان هي تعمل ايه في الايرون او تعمل إيه في الحديد؟ هتسيح الحديد. حرفيا الريليس لارج amount of thermal energy، كميه حراره مهوله كافيه ان هي تعمل melting of iron، تسيح الحديد تماما. resulting from this reaction، يعني الايرن، بص كده الايرن اهو خرج لوحده بقى سايح، بقى molten ايرن، ايرن سايح، وتكون الومنيوم اوكسايد Al2O3، يعني الومنيوم اوكسايد. الرياكشن ده بنستخدمه فين؟ بنستخدمه في ويلدنج ريلوي ريلز. ويلدنج يعني لحام، والريلوي اللي هو ريلز اللي هو قضبان القطر، بنلحم بيه قضبان القطر. ده رياكشن ايه يا ولاد؟ اسمه الثرمايت. يبقى بيحصل امتى؟ تجيب الومنيوم على ايرون اوكسايد، اسمعها منك، الومنيوم على ريد ايرون اوكسايد، الومنيوم على ريد ايرون اوكسايد، هيخرج ايه؟ لارج اماونت اوف ثيرمال انرجي، فهيخلي الايرون يكون ميلتنج اوف ايرون او مولتن ايرون، ايرون هيسيح خالص، ويكون لك بدل ما كان ريد ايرون اوكسايد هيبقى مولتن ايرون. طيب تعالى على بقى مين يا ولاد؟ على الاندوثيرميك. شوف قلت لك ايه؟ قلت لك لو فهمت الاكزوثيرميك كويس قوي فالاندوثيرميك بيكون عكسه. والاندوثيرميك اسهل ان انت مش معاك التفاعل بتاعه بالتفصيل قوي يعني. بص هنا كده احنا فهمنا مين يا ولاد؟ الاكزوثيرميك. تعالى بقى نتكلم على الاندوثيرميك. اندوثيرميك رياكشن. بص يا صديقي، بص يا صاحبي، بص يا عم الناس، اندوثيرميك رياكشن يا استاذي، انا النقطه دي مش عجباني، شكلها مضايقني قوي. مش مضايقك؟ انا مضايقاني مش عارف ليه. يا مستر اشرح بقى يا عم. حاضر، ما بالراحه. لا ايه يا عم ده عمال اشرح طول اليوم نفسي راح. مفيش يا مستر خد لك بريك؟ مفيش يا مستر خد لك كوبايه شاي؟ مثلا مفيش خد لك كوبايه قهوه؟ ايه يا عم ده يا عم ده؟ لا بقيتوا الناس مفتريه وربنا. بص الساعه كام؟ الساعه داخله 10 ونص، الساعه داخله 10 ونص، لا اله الا الله. اعمل فيكم ايه بس؟ والله الساعه 10 ونص، فاكرني بهزر؟ والله الساعه 10 ونص. وموبايلي كام في المية؟ وموبايلي 1%. استنى بس احاول اوريك موبايلي كام في المية. بص ما بهزرش، بص كام؟ شايف؟ 1%. اعمل ايه؟ طب ومفيش شاحن، نسيت الشاحن، هشد في شعري؟ انتهي وقت شراييني؟ يا عم ايه؟ بالراحه. لا لا اله الا الله. ايه ده يا مستر؟ اهدى خلاص، حاضر. صباح تبعت، ريلاكس. خد كده نفس عميق معايا، يلا خد نفس عميق. ايوه خرج بقى. طبعا في ناس دماغها دلوقتي، انا منزل الفيديو ده بدري عن الامتحانات، بس اكيد في ناس دلوقتي عندها ايه؟ امتحانات، امتحان الفاينل بتاع بكره او بعده مش عارف، ده طبعا في اخر السنه طبعا يعني. وتلاقيه دلوقتي عمال يقول لي يا مستر يعني انا عندي امتحان بكره يا مستر وانت عمال تاخد نفس عميق. ما خد نفس عميق، مش ههدى نفسي عشان اعرف اشرح. بس انا بس كده كده عشان اعرف اشرح بس بمزاج. بس خلاص هشرح لك ما تقلقش. بص بقى الاندوثيرميك رياكشن. ايه الاندوثيرميك رياكشن ده بقى؟ بص يا ولاد، الاندوثيرميك رياكشن ده عكس الاكزوثيرميك في كل حاجه. اولا امثله الاندوثيرميك رياكشن هو مثال واحد معانا، وهو لما تجيب باريوم هيدروكسيد باودر، باريوم هيدروكسيد باودر، واختصاره كان BaOH ما بين قوسين وهنا في 2. حلو اهو، باريوم هيدروكسيد، باريوم هيدروكسيد باودر، وتحطه على امونيوم كلورايد باودر. فالاثنين بودره، الاثنين عباره عن باودر او بودره يعني بودره، تمام؟ الاثنين مطحونين يعني على امونيوم كلورايد باودر. الامونيوم اختصارها NH4 والكلورايد Cl. طبعا التفاعل دون بكل بساطه شديده هيقوم مطلع لك ايه؟ برودكتس، ناتج. الفكره كلها ان اسم الناتج مش عليك، يعني اسم الناتج اللي هيطلع مش عليك، هيطلع لك برودكتس، ناتج. اسم الناتج مش عليك. الفكره بقى في ايه يا ولاد؟
بص بقى هنعمل التفاعل ازاي، بص بقى هنعمل التفاعل ده ازاي يا ولاد. هجيب بيكر، انبوبه اختبار يعني او تيست تيوب او بيكر زي كده اهي. فنان فنان اهي. ايه البق ده؟ ايه البق اللي زي القرف ده؟ تعالى نعمل نظبط بق الانبوبه. ايوه كده، يا سلام. بس بقى حلو حلو، جبنا الانبوبه. الانبوبه دي هنحط تحتيها حته خشبه رفيعه، حته ايه؟ وود، خشبه. حلو. وحته الخشبه دي هنرش هنا، شايف الجزء دون؟ شايف الجزء، مش انت عندك خشبه وفوقيها الانبوبه؟ حلو، الخشبه وفوقيها الانبوبه. شايف بقى الجزء اللي الخشب والانبوبه بيلمسوا فيها بعض؟ الحته دي يعني سطح الخشب، يعني شايف سطح الخشب اللي الانبوبه هتحط عليه؟ مش هتحط الانبوبه على سطح الخشب. سطح الخشب دون اللي هو الجزء ده، سطح الخشب، سطح الخشب، سطح الخشب. هترش عليه شويه ووتر، شويه ميه. تاني، هترش ميه على سطح الايه؟ الخشب. وهنحط المادتين بتوعنا اللي هو الباريوم هيدروكسيد والامونيوم كلورايد. هنحطهم فين؟ اهو جوه انبوبه التفاعل، ونسجل درجه الحراره قبل التفاعل. نسجل التمبريتشر الاولى. قال لك ان التمبريتشر الاولى، الانيشال تمبريتشر كانت كام؟ اهي كاتبها لك. الانيشال تمبريتشر كانت كام؟ درجه الحراره الاولى كانت كام؟ 2.1 ديجري سلسيوس. الانيشال تمبريتشر او التي 1، درجه الحراره الاولى او التي 1 الانيشال تمبريتشر كانت 2.1 ديجري سلسيوس. هنبدا بقى نقلب، نجيب معلقه كده ونقعد نقلب الباريوم هيدروكسيد مع الامونيوم كلورايد، ونقلب نقلب نقلب عشان التفاعل يحصل. حلو. وبعد ما التفاعل يحصل هنسجل درجه الحراره الثانيه بتاعه البرودكت اللي هيطلع او الناتج اللي هيطلع. هنلاقي ان درجه الحراره الثانيه حوالي نيجاتيف 0.03 ديجري سلسيوس. يا خبر اسود ومنيل يا مستر، يعني درجة الحرارة في الأول كانت 2.1 بس في الآخر بقت نيجاتيف 0.03 بالظبط. يعني درجة الحرارة قلت، إنما في الإكزوثيرميك درجة الحرارة كانت بتزيد. أنت فاهم الكلام ده اللي هيحصل إيه؟ يعني المتفاعلين اللي جوه بدأوا يسحبوا الحرارة يا صديقي من المية. أنت عارف الكلام ده معناه إيه؟ حبيب قلبي، عارف الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إيه؟ لما تيجي تشيل الانبوبه، بص حاجه، اشيل الانبوبه هلاقي ان الانبوبه بقت لازقه في الود، لازقه في حته الخشب. وانا برفع الانبوبه لقيت الخشبه لازقه فيها. طب عارف الخشبه لازقه فيها ليه؟ الله ينور عليك، اكسلنت. عشان الميه، مش انت كنت رششها بميه؟ الميه اللي هنا لما درجه الحراره قلت الميه دي عملت ايه؟ اتجمدت. الووتر فروز، عمل لها او حصل لها فريزنج. فالميه لما اتجمدت، مش ميه كانت ما بين الانبوبه والحته الخشبه، فالميه اتجمدت، فالانبوبه والخشبه عملوا ايه مع بعض؟ لزقوا في بعض. فلما جيت ترفع، بص شايف الخشبه؟ بص كده لما جيت ارفع، بص لما برفع الخشبه عملت ايه؟ لزقت فيها. ليه؟ عشان يا صديقي الخشبه هنا اهو تاني، الجزء ده كان مرشوش بميه. الجزء ده كده، السطح ده، السطح ده كان عباره عن ايه؟ عن شويه ووتر مرشوشه. فالووتر طبعا لما درجه الحراره قلت، الووتر دي، الووتر اللي هنا دي حصل لها ايه؟ فريزنج، اتجمدت. فبالتالي الخشبه لزقت في الانبوبه بتاعتي. فهمت الفكره يا اولاد؟ وطبعا هنا التي 2 بقت اقل من التي 1، التمبريتشر الثانيه اقل من التمبريتشر الاولى. فالبيكر ستيكس تو ذا وود. البيكر دي البيكر بتاعتي او انبوبه الاختبار لزقت في الوود. البيكر يعني الانبوبه، او اللي هي زي ما انت شايف ده شكلها، ده اسمها البيكر، اللي هي الانبوبه بتاعتنا دي اسمها البيكر. تمام يا ولاد؟ لزقت زي ما انت شايف كده اهو. فبالتالي التمبريتشر الثانيه المره دي اقل من التمبريتشر الاولى. لما ببص في الاكزوثيرميك، بص هنا، هنا التمبريتشر 2 كانت اعلى من التمبريتشر 1. هنا لا، في الاندوثيرميك التمبريتشر اقل من التمبريتشر الاولى.
ده معناه ان الهيت ما خرجتش في الاخر، ده معناه ان انا اخدت الهيت في الاول، ده معناه ان الرياكشن ده عشان يحصل، افهم بقى معنى الكلام ده، الرياكشن ده عشان يحصل امتص حراره الميه، صح؟ فلما امتص حراره الميه درجه حراره الميه ايه؟ قلت جامد فاتجمدت. يبقى يا استاذ الفرق، بطلع بقى صح بس الكلمه دي مكتوب عندك اكزوثيرميك، شايف دي مكتوب عندك ايه؟ اكزوثيرميك، لا دي المفروض تبقى اندوثيرميك رياكشن. يعني ايه اندوثيرميك رياكشن؟ ده chemical reaction that absorb thermal energy، انما الاكزوثيرميك كانت release thermal energy from the surrounding، انما الثانيه كانت into the surrounding causing a decrease in the temperature، انما في الاكزو كانت causing rising او rises the temperature، بتزود درجه الحراره. شفت بقى الفرق بين الاثنين حرفين عكس ايه؟ بعض بالنص. طب ايه الاكزامبل بتاع الاندوثيرميك؟ ايه الامثله بتاعته؟ زي الديكومبوزيشن اوف اوزون جاز، تحليل الاوزون جاز في الغلاف الجوي، وزي الثيرمال ديكومبوزيشن يعني تحليل حراري وفي اللايم ستون. طبعا اللايم ستون ده اللي هو الحجر الجيري، اخدتوه السنه اللي فاتت في الاحجار، والترم اللي فات كمان اخدتوه. اللايم ستون بيتكون من كالسيوم كربونات كاكو 3 CaCO3 كالسيوم كربونات، وعندك كمان الرياكشن اوف صوديوم باي كربونات مع الدايلوت اسيد. بركز بقى في دي عشان ده تلخبطك. الباي كربونات ركز في دي قوي عشان تلخبطك والله. الباي كربونات مع الاسيد قلنا صح، دي هتبقى اندو، ها؟ الباي كربونات مع الاسيد دي اندوثيرميك، انما الكربونات، شوف بقى الفرق، الكربونات مع الاسيد دي اكزوثيرميك. بص الفرق، دي هنا ايه؟ كربونات مع اسيد، دي اكزو بس كربونات، انما الثانيه باي كربونات. شفت الفرق؟ دي كربونات انما الثانيه باي كربونات، ففي فرق في كلمه الباي دي، ها؟ يبقى الباي كربونات اندوثيرميك، انما الكربونات العاديه اكزوثيرميك. وطبعا شكل الجراف، بص شكل الجراف عامل ازاي؟ حرفيا عكس مين؟ بص الفرق، شايف؟ ركز فيه قوي، ركز فيه قوي. عكس مين؟ عكس الاكزوثيرميك. طبعا نصحح برضو الكلمه هنا عشان هي مكتوبه غلط، معلش يا اولاد، غلطه من عندنا، معلش، دي مش اكزو، دي المفروض تبقى اندو. بص كده يا اولاد، دول الرياكتنتس، شايف كميه الطاقه اللي امتصوها قد ايه؟ اللي باللبني كل دي الطاقه اللي امتصوها، شايف قد ايه؟ كتير قوي. طيب هنا البرودكت، شايف يا صديقي كميه الحراره اللي خرجت قد ايه؟ بص الفرق، شايف الطاقه هنا قد ايه؟ شايف الطاقه اللي خرجت هنا قد ايه؟ قد بعض ولا الرياكتنتس اكبر؟ هتقولي لا، الاماونت اوف الانرجي ابزوربت في الرياكتنتس باللبني اكتر بكتير من اللي خرجت في الاحمر. يعني هنا المفروض يكون فيه فائض، ده الجزء الفائض اللي هو الجزء الاسود ده، شايف الجزء الاسود ده؟ ده الفائض من الحراره اللي هنا. الجزء الاسود ده يا استاذي دي الانرجي بتكون ابزوربت، الحراره امتصتها، دي انرجي ابزوربت، حراره امتصتها. فبالتالي الاماونت اوف الانرجي اللي ابزوربت هنا اعلى بكتير جدا من الاماونت اوف انرجي ريليزد، اكبر من الاماونت اوف انرجي ريليزد في الفورميشن بتاع النيو بوند، في تكوين البوند الجديده. وبكده يا استاذ تكون خلصت ليسن 2. ايه رايك في ليسن 2؟ جميل جدا. لو انت عرفت الاكزوثيرميك كويس هتلاقي الاندوثيرميك بقت سهله، ان هي عكسها في كل حاجه. وبكده يا صديقي تكون خلصت يونت 1 ليسن 2. طبعا رمضان خلاص كمان يومين، على حسب بتشوف الفيديو ده امتى. انا ممكن، انا بالنسبه لي من هنا دلوقتي من واقعي هذا هو كمان يومين، فممكن لما الفيديو ده ينزل لك يكون كمان يوم، او يكون اول يوم رمضان او يوم اقرب. فطبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب، وعلى صومكم جميله جدا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله هننزل لكم كمان حل التقييمات عندنا على الشانل، فتابعنا وتاكد ان انت موجود عندنا في التليجرام عشان في فيديو نزل تتابعنا، وتاكد انت عامل سبسكرايب للشانل عشان ما يفوتكش فيديوهات حل التقييم. عارف حل التقييم ده بيسوحكم، فهنزل لكم حل التقييمات بشكل اسبوعي، اول ما التقييمات تنزل باذن الله هنحلها بشكل اسبوعي. فبعد اذنك اتاكد انك عملت شانل، اتاكد انك عملت سبسكرايب في الشانل، اتاكد ان انت موجود معانا على التليجرام. لو عايز تشوف مواعيدنا في السناتر ابعت لنا، هتلاقي الارقام بتاعتنا موجوده على البوكلت. وطبعا ما تنساش اللي احنا معاك لحد الاخر، وخليك فاكر ان مع مزون الساينس ايه؟ في السيف زون. سلام.